في عامل ماسك شوكة كبيرة وبيرمي كور حمرا شبه الجيلي في المركب. أكيد بتسأل نفسك إيه ده؟ دول أناديل البحر. بس خد بالك لو غلطت وخطيت على واحد منهم ساعتها الحكاية هتبقى مختلفة تماما. ناس كتير على الإنترنت بيسألوا الأناديل دي إيه فايدتها. ببساطة بتتاكل، بيقدموها ساقعة كده زي السلطة. النوع اللي في الفيديو ده اسمه روبلوما، نوع معروف إنه بيمشي ببطء وبيطفو على سطح المية وأحيانا بيتجمعوا مع بعض. في فيتنام الصيادين بيبدأوا يجهزوا الأناديل على طول على الشط، يقطعوها لحتت قابلة للأكل ويحطوا القطعة دي ويشطفوها مرتين بالمية، بعدين يدوسوا عليها برجليهم عشان يطلعوا منها المادة اللزجة الزيادة. بيقولوا إن الطريقة دي بتخلي طعم رأس القنديل أحلى كمان، ولو عندك حظ ممكن تلاقي قنديل طافي على الشط. الصيادين الشاطرين يعرفوا يقطعوه هناك على طول، بيكون شكله كده كأنك بتقطع جيلي. وعلى فكرة في ناس بتقول إن المنظر ده مريح جدا للأعصاب. بالنسبة لي لأ، بس خد بالك مش كل الأناديل بتتاكل. اللي ألوانها فاقعة وزاهية غالبا بتكون سامة جدا، فلو شفت واحدة كده ابعد عنها فورا. السؤال هنا، هل لو جات لك الفرصة إنك تاكل الأناديل دي ممكن تاكلها فعلا؟ أنا عن نفسي ما أقدرش آكلها. لو حد فيكم جربها بيقول لي في الكومنتات. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر مزيد. شكرا.